السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى شي غير. وهذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. هذا الفيديو هذا يكون خاص في التكشيطه وفي القفطان وفي الجلابه المغربيه. المهم لا القفطان ولا الجلابه ولا التكشيطه كلهم مغاربه الحمد لله، كلهم صناعه مغربيه 100%. يعني هذا الشيء هذا بدون نقاش. وانا هنايا باش نعرفكم على صنعه بلادي، على الصنعه المغربيه الاصيله، الخياطه المغربيه الاصيله، والقفطان والتكشيطه والجلابه المغربيه الاصيله. المهم حتى شي حد ما يقدر يسرق صناعه بلادي، لان حنا المغاربه كيف ما كتعرفوا عندنا الفن في كل شيء. عندنا الفن في الخياطه، في التنبات، في الرانده، في السفيفه، في الطرز. كيف ما كتشوفوا كل مدينه والطرز ديالها. الطرز الفاسي، الطرز الرباطي، الطرز السلاوي، الطرز المكناسي، الطرز الطنجاوي. يعني كل بلاد يعني عندها الطرز ديالها وعندها سميتو ديالها، عندها واحد اللمسه ديالها. يعني هنا فين غيقدروا اي واحد بغى يسرق لنا شي حاجه ما يقدروش انه يديروا هذا الشيء كامل، لحقاش حنا المراه المغربيه ضروري انها تكون في يدها شي صنعه. ما يمكنش المراه المغربيه جالسه في الدار وما كدير حتى شي صنعه. اللي ما كدير والو كدير العقيدات، اللي ما كدير والو. هادشي حنا عندنا المراه المغربيه هذه اللي ما كدير والو كتخدم العقيدات ولا كتخدم ديك الضفيره. المهم كدير شي حاجه، كتنبت في الدار جالسه وكتنبت، كتشد من عند المعلمات وكتنبت، اولا كتشد من عند المعلمات وكطرز، اولا كتشد وكتخيط. المهم عندنا المراه المغربيه ضروري انها دير شي صنعه في دارها، جالسه في دارها مقابله وليداتها، ولكن ضروري من الصنعه المغربيه تكون كاينه واحد اللمسه منها في الدار. ما كايناش شي مرا ما كدير الصنعه. وكاع البنت فاش كتصافي ما كتبقاش تقرا ولا ما كتبغيش انها تقرا ولا شي حاجه، اول ما كدير كتعلم الصنعه باش انها كيف ما تيقولوا الصنعه الا ما غنات تستر. يعني كتكون كاع مزوجه وفي دارها ولكن عندها الصنيعه ديالها. هذيك هي كنعتبروها المراه الحره المغربيه. وبنات المغرب تبارك الله كابابل، ما شاء الله عليهم. كل وحده وشنو كدير. اللي ما كدير الخياطه كدير في صاله، واللي ما كدير كل وحده وشنو. المهم الناس اللي سولوني على الاثمنه، وهذا ما يمكنليش نقول لكم الاثمنه لحقاش كل حاجه وثمنها، كل خياطه وبشحال كتخيط، كل مدينه والثمن اللي كدير. يعني كل وحده وشنو. كاين اللي كيبيع بالكرو، كاين اللي كيخيط هكا. كل وحده شنو كدير في الثمن. يعني كل وحده شنو كدير. هادشي علاش ما يمكنليش انا نقول لكم الثمن. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان الموديلات اللي نكون كنحط لكم يكونوا كيعجبوكم، وإلا عجبوكم ما تنساونيش اللايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل ومع الاحباب ومع الاصدقاء. اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فيها فضلا وليس امرا. القناه ديالي غدا كتكبر شويه بشويه بكم، وشكرا لكم على الاشتراكات ديالكم، على التعاليق ديالكم الزوينه. يعني شكرا لكم بزاف بزاف. نتمنى انني نكون عند حسن ظنكم، ونكون ما تنكثرش عليكم حتى في الهضره، لان شويه فيا الهضره بزاف، كنبقى نشرح بزاف. وهذا الشيء غير حبي للصنعه المغربيه الاصيله، حيت انا كنبغي الصنعه، كنبغي الخياطه. هذا الشيء علاش كنبقى نشرح بزاف. يعني نتمنى انني نكون خفيفه على قلبكم، ما نكونش ثقيله عليكم. كما كتشوفوا الموديلات ديالنا هما هادو. فيما يخص جلابه كيف ما كتشوفوا، غزالين، جليلبات، قميصات، كل شيء رائع وكل شيء زوين والوان زاهيه. تشكيله رائعه، تشكيله متنوعه لهذا الصيف هذا. موديلات راقيين ورائعين، وكيف ما قلت الوان زوينين. المهم انا متاكده انهم غادي يعجبوكم. راه الناس كيف ما تنقولوا اذواق، كل وحده واللون اللي كتبغي، كل وحده الشكل اللي كتبغي. كاينه اللي كتبغي السفيفه، كاينه اللي كتبغي الراندا، كاينه اللي كتبغي التنبات، كل اللي كتبغي الطرز. يعني كل وحده واشنو كتبغي. ما يمكنليش انا نحكم على الذوق. انا كنبغي واحد الحاجه وواحد الوحده ما غاديش تبغيها. كل وحده وشنو. واخا تيقول لك كل بشهوتك كل بس بشهوه الناس، ولكن كل وحده وشنو كتبغي. هذا الشيء اللي يعني الاذواق ديال الناس كتختلف. هادشي اللي كاين البنات. ونتمنى نكون خفيفه عليكم، وبقاو مع الفيديو حتى الاخر، لان كاينين موديلات الصراحه غادي يعجبوكم، خفافين وزوينين وديال هاد الموسم هذا ديال الصيف. كما كتشوفوا هاد الجلابه هذه في الابيض وفيها الاورانج. يعني هاد العام هذا هاد الاورانج هذا دارج على الموضه. كاينين جليبات به كثارين، خرجوا اثواب وتشكيله زوينه. شوفوا لي عاوتاني هاد التكشيطه هذه. كيف ما قلت لكم هاد الفيديو هذا يكون خاص بالتكشيطه والقفطان وجلابه. يعني ماشي غير جلابه بوحدها، يكون فيديو متنوع. نتمنى يعجبكم، نتمنى هاد التشكيله كامله تعجبكم. شوفوا لي عاوتاني هاد الجليبه هذه وهاد الخدمه اللي جايه فيها ومخدومه بالرباطي.
كما كتشوفوا. شوفوا لي الكميمات كيفاش جايين وكيفاش مخدومين، الجوده والاناقه. كيف ما سمعتوا قلت لكم طرز رباطي يعني هذا طرز رباطي، يعني حنا كنقولوا عليه الطرز الرباطي واخا كيخدموا المغرب كامل، ولكن معروف بالطرز الرباطي. ما كتشوفوا لي عاوتاني هذا كيف ما كتشوفوا المسوس، هذا كيقولوا الطرز المسوس. يعني كيف ما قلت لكم عندنا اشكال وانواع في الطرز. هادشي ما يمكن لهمش انهم يخجلوا لينا شي حاجه او لا ياخذوا لينا شي حاجه. هذا الطرز المسوس كيف ما كتشوفوا، خدمه زوينه وراقيه. شوفوا لي عاوتاني هاد التكشيطه هذه، ها هي واخا يبغيو يخدموها ما يقدروش انهم يخدموها. شوفوا لي كيفاش الاتقان في الخدمه، الصنعه كيف ما تيقولوا الصنعه المغربيه عندنا في الدم. يعني ما يمكنش واحد الحاجه حنا تنبغيوها ويجي شي حد ياخذها لنا. هذه جليبه خفيفه للصيف، غزاله. شو تشوفوا الثوب كيفاش داير، غزال خفيف وزوين. عندنا هاد الجليبه هذه في الابيض مخدومه بالقرونه وعليها الشال في القرونه حتى هوايا. موديل راقي ورائع جاي زوين صراحه. الثوب دوفاس، عنده الوجه ديالو الظهر ديالو في القرونه، الا بغيتو ديروا في القرونه وبرا في الابيض، ولكن مخدوم في اللون ديال اللي جاي في الوجه الاخر، يعني الوجه اللي لداخل كريب هذا. بالنسبه لهذا حتى هو كيف ما كتشوفوا كيفاش مخدوم حتى هو بالطرز. هذا الطرز الرباطي غزال. شوفوا الكميمات كيفاش مخدومين، الجوده في الاتقان، الجوده في العمل. وليس هذه مطروزه كذلك القرونه ومخدومه بالباج، لحقاش الظهر ديال الثوب في الباج. حتى هاد الثوب هذا دوفاس، عنده جوج وجوها، الخدمه في الباج مع القرونه والفولار حتى هي اولا الشال حتى هو في نفس الطرف في اللون ديال الطرز. شوفوا لي عاوتاني هاد الطرز هذا. كاين حتى الطرز ديال الكمبيوتر، كاين راكم عارفين الانواع ديال الطرز اللي كاينين في المغرب. مؤخرا ولا الطرز ديال الكمبيوتر بزاف. شوفوا لي هذا الموديل عاوتاني حتى هوايا مخدوم بالباج، مخدوم في الخدمه نصدق بعين عقده نصدق، وهابط خفيف هابط طيب حتى لتحت، وفيه الطرز شويه في الكميمات وفيه الطرز في نصدق. هذا عاوتاني شوفوا لي هذا الموديل هذا في الازرق مخدوم بالباج حتى هو غزال جليبه غزاله. موديل زوين وراقي، موديلات كاملين اللي عندنا هنا زوينين. هذا قميص جلابه بالقميص ديالها، اللون ديال القميص في اللون ديال الجلابه. شوفوا لي عاوتاني هذا الموف هذا حتى هو زوين، اللون صيفي، مخدوم في الكمام ومخدوم في الطوق ديال الجلابه نص الطوق. شوفوا لي الكميمات، الجوده والاتقان كيف ما تيقولوا. الموديلات ديالنا كاملين رائعين وزوينين. بنات ما تنسونيش باللايك، لحقاش اللايك كترفع الفيديو. الله يرضي عليكم باش الفيديو يتبارطاجا ويبقى كيتقترح هنايا في اليوتيوب ان شاء الله. شوفوا لي التكشيطه في الكري، تكشيطه رائعه وغزاله، موديل زوين وخفيف تليجه. الفيديو على وشك انه ينتهي. وشوفوا لي هذا القفطان المهم البنات، الموديلات راقيين وزوينين. ما تنسونيش في اللايكات، والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.